أجمل دستور كتبه السوريون والسوريات هو دستور العشرين، الأكثر ديمقراطية، الأكثر لا مركزية، الأكثر انتباها للحقوق، رغم أنه نحن عم نتحدث عن دستور انكتب للمصادفة ربما قبل 100 عام. وهون إذا سمحتوا انتباهكم لهي الجملة اللي راح أقولها: عانى العرب كثيرا من المركزية التركية، ونادوا كثيرا باللامركزية حفاظا على حقوقهم كأقلية مفترضة في السلطنة العثمانية. عندما كان العرب أقلية نادوا باللامركزية. تبنى الدستور الشكل الاتحادي الفيدرالي للمملكة. بالمناسبة السيد الضيف من الخارجية الألماني قال بعض العناصر الفيدرالية، هو غالبا فيدرالي، يعني فيه خلل شوي بالاقتصادي، هلا رح نحكي عنها. هو دستور فيدرالي بالمطلق. بدي أشكر المركز أنه كلفني أني أحكي عن أعز دستور إلى قلبي. عندنا بسوريا 12 تجربة دستورية، الكل من لما من آذار 2011 الكل بيحكي عن دستور 1950 صار علم، رغم أنه أجمل دستور يمكن ما كانت بريئة، يمكن هنروح على دستور 50 ما كانت كثير بريئة. أجمل دستور كتبه السوريون والسوريات هو دستور العشرين، الأكثر ديمقراطية، الأكثر لا مركزية، الأكثر انتباها للحقوق، رغم أنه نحن عم نتحدث عن دستور انكتب للمصادفة ربما قبل 100 عام. ومع ذلك اللي على الأونلاين سمعانيني ما هيك؟ حطوا واحد بالله على الشات إذا سمحتوا. عم يسمعوني؟ Can they hear me? أونلاين. أوكي. طيب. إذا واحد من أجمل الدساتير، وربما لذلك لم يكتب له أن يعيش. كنت أود أن أتحدث بداية عن بعض التعاريف للخلط الهائل في الأدبيات العربية بين أنواع اللامركزية وبين أبعاد اللامركزية وبين اللامركزية والفيدرالية، لكن بسبب ضيق الوقت يعني أتخطى هذه المسألة وأذهب مباشرة إلى الظروف التي كتب بها دستور 1920. دستور 1920 اجى مثل ما الكل بيعرف بعد انهيار السلطنة العثمانية وبعد دخول الحكم العربي إلى دمشق. باختصار 4 قرون من الحكم المركزي الشديد. وهون إذا سمحتوا انتباهكم لهي الجملة اللي راح أقولها: عانى العرب كثيرا من المركزية التركية، ونادوا كثيرا باللامركزية حفاظا على حقوقهم كأقلية مفترضة في السلطنة العثمانية. عندما كان العرب أقلية نادوا باللامركزية. سأعود وأثبت هذه المسألة لاحقا في العرض. عندما كان العرب أقلية نادوا باللامركزية. إذن تفككت السلطنة العثمانية، دخل الأمير فيصل، وطبعا الذهاب إلى الحجاز والمجيء بشخصية مرتبطة بالرسول الكريم بعد انهيار خلافة إسلامية له دلالاته تأكيد. دخل كأول حكومة عربية، طبعا في حكومة قبليها عاشت أسبوعين، حكومة سعيد الجزائري بالشام، بس ما حدا بيعرفها هاي، طنشوها كثير الناس. دخل وأعلن رضا الركابي رئيس لأول حكومة عربية في دمشق. وهون ظلت الحكومة مسؤولة أمام الأمير فيصل حتى 8 من آذار 1920، ثم أصبحت الحكومة انتبهنا مسؤولة أمام المؤتمر السوري العام، أي أمام البرلمان السوري، وأصبح لدينا حكما برلماني ديمقراطي فيدرالي لا مركزي يهتم بالأقليات. بالتأكيد للأسف لأن السوريين آنذاك والسوريات لم ينتبهوا أنه حتى لو كتبت دستور بجنن ودستور حلو ولونه زهري، إذا ما كان في توافق دولي أنت ما فيك تنجو بهذا الدستور.
وكان الامر انه انكتب الدستور تصادق عليه ب 13 تموز، ودخلت قوات فرنسيه ب 24 تموز. بعد 11 يوم انتهى اول حكم عربي، اول حكم عربي ديمقراطي. خليني اعطي شويه ملاحظات. لما المؤتمر السوري تشكل لانه مؤتمر الصلح اللي صار بباريس، يلي كان بده يحكي عن مخلفات ما خلفته السلطنه العثمانيه والانتداب وقرارات عصبه الامم، كان في شك بتمثيل الامير فيصل للسوريين. فطلب الامير فيصل عقد المؤتمر. المؤتمر تم انتخاب غالبيه اعضائه وفق القانون الانتخابي اللي كان زمن السلطنه العثمانيه. تم انتخاب بواقع ممثل لكل 50,000 في الأماكن التي كان الانتخاب ممكنا بها. تم الانتخاب. بعض الأماكن التي كانت تحت الهيمنة الفرنسية تم التعيين، الساحل السوري مثلا. بعض مناطق فلسطين التي كانت تحت هيمنة الإنجليز، والإنجليز تواطؤوا مع الفرنسيين. لكن بالمحصلة أجزم أنه واحد من أكثر البرلمانات السورية تمثيلية. كان فيه 20 نائب مسيحي، واحد نائب يهودي هو يوسف لينادو، كان فيه نواب علويين، دروز، اسماعيليين، إلا أنه حتى الكرد لم يذكر كثيرا عنهم، لأنهم هم كانوا بعيدين عن توثيق ما يقومون به، وهي دائما عتب عليهم للكرد آنذاك. لكن هو كان على الأقل ربع المؤتمر، على الأقل ربع المؤتمر من الأقليات الدينية، على الأقل. بدأت أعماله لإقراره بالسادس من آذار 2020، وانتهت ب 24 آذار بعد دخول 24 تموز 1920، بعد دخول قوات فرنسية واللي أسقطت أول حكم ديمقراطي في سوريا. خلينا نشوف دستور 20. دستور 20 إجا ب 12 فصل، 147 مادة، ولم يكن به ديباجة. لكن أنا أتمنى على الجميع مراجعة كتاب ماري شهرستان التي تضع مضبطة الأسباب الموجبة، تذكرها نصا نقلا عن عدة مؤرخين أو من مذكرات يوسف دروزة، عزت دروزة، تذكر نص الديباجة. هو ما لها ديباجة، هو اجت كان سردت، لكن الدستور اجى بدون ديباجة، لكن كان في شيء اسمه مضبطة أسباب الدستور. لماذا كتب الدستور بهذا الشكل؟ خلينا نشوف الدستور شلون كتب. تبنى الدستور الشكل الاتحادي الفيدرالي للمملكة. بالمناسبة السيد الضيف من الخارجية الألماني قال بعض العناصر فيدرالية، هو غالبا فيدرالي، يعني فيه خلل شوي بالاقتصادي، هلا رح نحكي عنها. هو دستور فيدرالي بالمطلق. وبالمناسبة كمان ما في ولا سوري احتج لا على الشكل الفيدرالي ولا على اللامركزية. يعني هلا رح ممكن بعدين بعد اللي صار وقت نحكي شو الشغلات اللي احتجوا عليها بالمؤتمر. اما اللامركزية ما حدا جاب سيرتها. ايه تمام، بدنا لامركزية فورا، بدنا فيدراليين فورا. شوفوا شو بيقول. المملكة السورية العربية على أساس الوحدة السياسية للبلاد السورية على أن تكون مؤلفة من مقاطعات مستقلة استقلالا إداريا داخليا، لما في ذلك من الفائدة باتحاد أواصر هذه المقاطعات. نحن عم نحكي عن سوريا، مو عن ألمانيا. كل ما بنجيب سيرة الفيدرالية بفضحونا. هاي سوريا، هاي سوريا. وتتألف قلوب أبنائه حول عرش المملكة، فيزداد هذا قوة ومنعة لصيانة الحدود من الطوارئ الأجنبية. رأوا في اللامركزية حماية، أنا راح نشوفها، حماية من التشتت، حماية من الاستعمار. بيقول المادة 128 المقاطعات تدار على طريقة اللامركزية في إدارتها الداخلية، ما عدا الأمور العامة التي تدخل في خصائص الحكومة العامة. المقصود في الحكومة العامة هي الحكومة المركزية. هذا راجع كان. والمادة 123 بتقول لكل مقاطعة في سوريا، واللافت انه هو ما ثبت المقاطعات، يعني نحن ما طلعنا بدستور مكتوب فيهم في مقاطعة حلب، في مقاطعة دمشق. هو قال كل مقاطعة هي بتضم 500,000 أو 25,000 كيلومتر مربع. بيقول كل مقاطعة
لها مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة ويسن القوانين ونظمها المحلية وفقا لحاجاتها، ويراقب أعمالها قانونا يخالف أي قانون يخالف نص هذا القانون الأساسي لضمان عدم مخالفة النص. بيقول شوفوا صلاحيات المركز، وشوفوا هلا شو عم نحكي نحن بعد 100 سنة. نحن من 100 سنة حكينا هيك بسوريا، وهلا عم نرجع نعيد. صلاحيات المركز: أسس التعليم، الأسس بيشبه النموذج الألماني، ها؟ أسس التعليم على أن تتبعها جميع المقاطعات، إضافة إلى مؤسس تعليم، جيش، سياسة خارجية، مواصلات بين المقاطعات، سكك حديد، مرافق بحرية، تأسيس المصرف الرسمي، صناعة الأسلحة. اليوم لما بينحكى عن اللامركزية بيقول صلاحيات المركز بشكل أساسي الجيش، العلاقات الخارجية، ما هيك، المواصلات بين المحافظات، المصرف المركزي، العملة، الماكرو ايكونومكس، الاقتصاد الكلي. هل هيك عم نحكي؟ وهم ينحكوا، بس من 100 سنة هم حكوا. اختصارا الوقت ما راح احكي كثير عن القضية الاقتصادية، هلا راح احكي عنها بعد شوي. اما لجهة المؤسسة التشريعية، حدد الدستور المؤتمر باجتماع مجلس النواب، اعتبر انه في عنده غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وهناك في مذكرات عزت دروزة اذا ماني غلطان بينحكى عن النموذج الامريكي الذي كان يرى على انه نموذجا رائع جدا في سوريا. 1920 مجلس الشيوخ يمثل المقاطعات. يتم تشكيل مجلس الشيوخ عبر انتخاب المجلس النيابي. خلينا ننتبه هون، في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي مساوية لنصف عدد الأعضاء المنتخبين، ويعين الملك عددا مساويا لنصف عدد الأعضاء. وقد أخذ الدستور بمبدأ الكوتا للأقليات 1920، ما كان حدا يسب الكوتا. يكونون بنسبة ربع نوابها. ربع النواب يجب أن يكونوا من الأقليات، حدد الدستور بشكل واضح. وبالمضبطة أسباب الموجبة للدستور انحكى عن ضرورة تمثيل الأقليات. راح أحكي عن الأبعاد الثلاثة للامركزية: السياسي، الإداري، والاقتصادي. بالسياسي راح نقول شو قال. أول إشي، المقاطعات المستقلة التي تتألف من مجموعها المملكة السورية تدار من قبل حاكم يعين الملك، لكن مع تعيينه من ذكر كيف يحدث هذا التعيين، شو صار. وهنا مشان أعضاء اللجنة الدستورية بقلب المؤتمر، بمنتصف المؤتمر صار في خلاف بين الحكومة والمؤتمر. استقالت الحكومة وإجا المؤتمر أو المجلس النيابي عين هاشم الأتاسي رئيس للحكومة، ومن ثم صادق الملك على تعيينه بالضبط مثل النموذج البرلماني، على الرغم من أنه ما انكتب هذا الكلام بالدستور، إلا أن الواقعة تثبت أن هذا ما كان يريده السوريون. حدد الدستور مجلس نيابي لكل مقاطعة يلعب الدور التشريعي إضافة للدور الرقابي، وأعطى المركز دور التصديق على القوانين بحيث ما تسن المقاطعة قانون يخالف قواعد الاتحاد السوري. أعطى مجلس الشيوخ حق اتخاذ القرار في القوانين التي يتنازع عليها الملك ومجلس المقاطعة. يعني إذا الملك ومجلس المقاطعة اختلفوا، مجلس الشيوخ ممثل المقاطعات هو من يفض النزاع. اللامركزية الاقتصادية. اللامركزية الاقتصادية هي أضعف ما كان في دستور 20، هي أضعف ما كان فيه. المادة 37 من الدستور حددت واردات الخزينة على أنها واردات من كل المقاطعات، لكن لم تذكر واردات المقاطعات. بمضبط أسباب الدستور بيحكي شوي انه نحن خايفين من انه نحن المقاطعات تطغى على بعضها. هذه اضعف نقطة في الدستور. ليس هناك لا مركزية اقتصادية واضحة في دستور 20، في لا مركزية سياسية واضحة، في فيدرالية واضحة وانا عم بميز بين المصطلحين، وفي لا مركزية إدارية واضحة، لكن لا مركزية الاقتصادية قد تكون. هنا
قد تكون بسبب حداثة عهد المشرع السوري بمثل هذه المسائل. على الرغم انه طلعوا بدستور احسن من كل شيء دساتير يجينا بعد، بس كنا ما كان عندهم خبره باداره الدوله. ما كان عندهم خبره باداره الدوله. لذلك باعتقادنا هم اغفلوا هذه المساله نتيجه عدم درايه باهميه الموارد. قديش معي وقت؟ اوكي. اللامركزيه الاداريه، خلينا نسمع شو قال. حاكم المقاطعه يعين مديري المقاطعه، مديرين يعني المدراء، مدير صحه، مدير تربيه، مدير ما عدا التي تدخل في اختصاص المركز، يعني ما له علاقه بالجيش مثلا. بشكل واضح حاكم المقاطعه هو من يعين، وكلف الحاكم باداره شؤون المقاطعه بشكل واضح وصريح، وتطبيق الموازنة وتنفيذ القوانين فيها، وأعطاه أيضا فوق هذا أنه أخي نحن مو رح نشلحك القضايا اللي تابعة للمركز، أنت فيك تشرف عليها إشراف، أنت ما فيك تديرها، لكن أنت فيك تطلع عليها، فيك تراقبها، وفيك تخبرنا إذا في شيء بأحد وظائف المركز تم الإخلال به، حتى الوظائف التي تتبع إلى المركز. أعطاه حق الإشراف لحاكم المقاطعة. حاكم المقاطعة باختصار بزمننا هلا اسمه المحافظ عنا بسوريا. وضوح اللامركزية الإدارية، وهلا راح أجي عليه بعد شوي. هلا راح نشوف ليش كان بدهم هذا الكلام. الأقليات واللامركزية. دستور العشرين حمل أقليات في عدة مناسبات، مو بمناسبة واحدة. أولا فرض أن يكون ربع المجلس الشيوخ مشكل من الأعضاء المنتخبين من الأقلية. اثنين، لما إجا قال انه حدد حدود الدوائر الانتخابيه، قال لكل الناس الدائره الاضيق، الاقليات لهم المقاطعه ككل، لانه الاقليه ما بتكون مركزه بمنطقه، تكون موزعه. فاذا كنت انت موجود بكل مقاطعه، بكل انحاء المقاطعه، خشيوا انه اذا افترضنا الاقليه المسيحيه هون شوي وهون شوي وهون شوي، على الدوائر الصغيره بضيع. فقال لا، لهم ربع مجلس نيابي، وإلهم كمان بالانتخابات نحن بناخذ المقاطعة ككل دائرة واحدة. مضبط أسباب الموجبة للدستور اللي هي الديباجة افتراضا تنص على عدم تهميش الأقليات في المقاطعات، وضرورة مراعاتهم في تعيين الخطة الواجب اتباعها في الانتخابات النيابية، وتحفظ أصواتهم بدون أن يخسر منها شيئا لتصان معهم. أنا أقتبس الآن من نص المضبطة. عدم تهميش الأقليات في المقاطعات، وضرورة مراعاتهم في تعيين الخطة الواجب اتباعها في الانتخابات النيابية، وتحفظ أصواتهم بدون أن يخسر منها شيئا لتصان معها حقوقهم، ولا يقع حيف على طائفة من الطوائف. بالألم نشرح. لكن في خلل، مش كل شيء حلو بكثير بالدستور العشرين. لسبب ما، ربما التركيز على المسيحيين كان له علاقة بالبعد الخارجي أكيد، وأنه كله جاي بده يحمي المسيحيين بسوريا، فركزوا كثير على المسيحيين. أغفل كثير، لأنه كان يقول دائما الطوائف الأقلية من غير المسلمين، بمعنى هو كان عم بيتحدث، هو استثنى شوي الحديث بشكل واضح عن الدروز العلويين والإسماعيليين، أو عن الأقليات العرقية مثل الكرد والأرمن والشركس. هو ما حكى، وهذا نقطة ضعفه الثانية. ما كان واضح عنده، هاي مسألة مهمة كثير كثير برأيي، ما كان عم بيحكي عن اللامركزية بغرض حماية الأقليات، هو كان عم بيحكي عن اللامركزية بغرض الديمقراطية. هو مو جاي عم بيمنح اللامركزية منا للأقليات، مو جاي عم بيمنح اللامركزية تعالوا لنحمي الأقليات فبنعطيهم لامركزية، هو جاي يمنح الأكثرية اللامركزية مشان ضمان ديمقراطيتها. خلينا نحكي ليش كان بده اللامركزية بموضوعية قدر الإمكان. اللامركزية كانت مطلب الأقليات جميعا، وعلى رأسها الأقلية الكبرى في السلطنة العثمانية اللي هي الأقلية العربية. طبعا خلينا نقول ليش كانت اسمها أقلية عربية. الاتحاد والترقي تعمد إغفال مصر
بعد دستور 1876 بالدستور العثماني صار انتخابات لمجلس المبعوثان أو البرلمان العثماني. فكان فيه هذا البرلمان 180 شخص، 60 عربي و120 تركي. تعمد الاتحاد والترقي انه اخي نحن مصر خلينا نحطها برا لانه هي واقعه اليوم تحت تاثير الانتداب او الاحتلال عفوا الانجليزي. بس هو مو مشان هيك، هو خايف انه يطلع لهم بصير لهم ممثلين، بصير لهم عدد، فبصيروا بيتغلبوا. فنحن بنلعب بالدوائر وبنلعب بالحجج مشان نضمن انه نخليهم اقليه. راح على لبنان وقال لبنان ايضا خلي لها ظرف خاص، ما بدنا، لانه لبنان فيها غالبيه مسيحيه وفي تدخل فرنسي، وفي بعد المساله المشرقيه في تدخل الفرنسي بسوريا، فكمان لبنان برا، مشان يضمن انه لما يصير في تمثيل يطلع عندنا 60 عربي و120 تركي، وبالتالي بيصبح العرب اقليه. عانوا كثير. شو كانت مطالبهم؟ العرب بدهم لا مركزيه، وسموها لا مركزيه اداريه. ليش سموها لا مركزيه اداريه؟ هم عم يطالبوا لا مركزيه سياسيه عمليا، لانه خايفين من كلمه سياسيه. طبق الاصل الحلقه اللي فاتت، كانه الله كتب علينا نرجع نعمل فوتوكوبي هلا، نفس الشيء ما تغير شيء. خايفين من نقول كلمه لا مركزيه سياسيه تفهم وكانه نحن بدنا انفصال. فراحوا قالوا انه اخي نحن بدنا لا مركزيه اداريه، وبدنا لغتنا العربيه لغه ثانيه بالبرلمان. سمعانين الحكي بشي محل؟ بدنا اللغه العربيه لغه ثانيه بالبرلمان. وراحوا قالوا راح اورجيكم بعض المطالبات. مثلا الداماد محمود باشا هو تركي، وهو صهر السلطان العثماني اسس شيء اسمه عصبه الاداره اللامركزيه، لانه بدهم لا مركزيه حتى العرق التركي، لانه هو مصلحه الجميع. مجلات مثل مشورة، مثل ترقي، طالبت باللامركزيه، لا تخص العرب وحدهم بشكل واضح. حكت عن اثنيات اخرى من الارمن والكرد واليونان. المؤتمر الاول للاحرار العثمانيين في باريس طالب باحترام الخصوصيات الاثنيات المختلفه، ومقرا بوجود شعوب في السلطنه. هلا اذا بنقول كلمه شعوب حدا بيفضحونا. حركه الاصلاح في ولايه بيروت طالبت باللامركزيه السياسيه والاقتصاديه والاداريه دون ان تسمي ايا منها، حطت المضمون. وطالبت انه يدخل لمجلس عمومي، عندها يكون مجلس يكون فيه للمسلمين والمسيحيين قدر المساواة ببيروت. وطالبت باحترام الخصوصية العربية ضمن السلطنة العثمانية. وهون الأهم هلأ، اللي قادوا المؤتمر السوري العام هم مجموعة، واحد من هاي جزء مهم من هاي المجموعة كانت مؤسس حزب بمصر. شو اسمه؟ كان اسمه حزب الإدارة اللامركزية، أو عفوا حزب اللامركزية الإدارية. سموا الحزب باسم اللامركزية لأنه كان هذا سعيهم. أهم قادة هذا الحزب هو الشيخ رشيد رضا، يلي هو كان رئيس المؤتمر الثاني في سوريا، المؤتمر السوري العام، يلي هو كان رئيس المؤتمر يلي صدق على الدستور السوري الأول. شو بيقول؟ وهي الجملة مهمة برأيي من جمل الشيخ رشيد رضا، واللي هو علامة إسلامي، واللي قالها بال 1920، واللي هلا أكيد سمعانينها قبل هالمرة أنتم. شو بيقول؟ أكبر الشبهات، أنا عم بقتبس منه، أكبر الشبهات التي يغالط بها المتمتعون بالمركزية العامة وأشياعهم أن اللامركزية تمزق الدولة فيسهل على الأجانب ابتلاعها. أن المطلوب هو اللامركزية الإدارية، وهي لا دخل لها لا في السياسة الخارجية ولا في الحربية. إن جعل ما بقي تحت نفوذ الدولة العثمانية تحت نفوذ الدولة الكبرى لا يتم لهذه الدول بسهولة إلا مع بقاء الحكومة المركزية. يعني هو رأى أن الهيمنة الأجنبية تأتي عبر حكومة مركزية، وأن الضامن لعدم هيمنة الأجنبية هو اللامركزية. الشيخ رشيد رضا رأى أنه
اللامركزية تساعد في صيانة استقلال الدولة وتساعد في حماية وحدتها، مو شاف انه هي تمزق الدولة وتدعو الى التدخل الخارجي. قديش معي وقت؟ ما حدا عرفان شيء مشي؟ لا انا راح اروح فورا على راح اروح فورا على الدروس المتعلمة. اولا، الى اعضاء وعضوات اللجنة الدستورية الموقرين والموقرات، لم يرى السوريون آنذاك في اللامركزية تقسيما، بل ضرورة ملحة للحفاظ على وحدة البلاد. اثنين، لم يذكر المشرع، وهي مهمة كمان لزملائنا بالدستورية وزميلاتنا، بالدستور العشرين ما نذاكر جوا ولا بعد من أبعاد اللامركزية. يعني لا قال بدنا لامركزية سياسية، ولا قال بدنا لامركزية إدارية، ولا قال بدنا لامركزية، شرح شو بدنا. بدنا انتخاب مقاطعة، بدنا المقاطعة تكون ممثلة بالمركز، بدنا انتخاب مجلس نيابي، بدنا هيك، بس ما قال. لكن النهفة انه اللي بيروح على موقع البرلمان السوري ليشوف الدستور العشرين بيلاقي حاط ملاحظة البرلمان المجلس الشعب هلا حاط ملاحظة تحت انه كان قصدهم الإدارية. يعني هو مصمم على هاي القصة. هم ما ذكروا البعد المطلوب، هم قالوا المضمون. ثلاثة، نظر مشرعو دستور 1920 إلى حقوق الأقليات من وجهة نظر التشميل والتضمين inclusivity لا الإقصاء، وبذلوا جهودا لضمان تمثيلهم في المجالس الوطنية والمحلية. بالمقابل أظهر ممثلو الأقليات عموما ما عدا بعض الفئات المسيحية وبعض الفئات الأخرى شوي نسبة قليلة كانت تخشى من الدستور السوري ونزعت باتجاه شوي التدخل الفرنسي، لكن الغالبية العامة من الأقليات نتيجة التشميل أصبحت جزء من هذه الأمة السورية الناشئة واللي ما انكتب لها تعيش. للأسف هذه نقطة خلل بالدستور 20 لم ينتبه المشرعون إلى أهمية النظر في لغات أخرى كانت تتواجد على أراضي المملكة العربية السورية. لم ينتبه للغة الكردية والتركمانية، وهون خليني أنبه أنه إغفالهم للغة التركية مثلا كان هو أحد نقاط النزاع الهائلة عند كتابة دستور 1928 يلي رجع ليصير دستور 1930 واللي على إثره لواء اسكندرون طلع برانية البلد. يعني عدم تشميلك بيخلي البلاد تنفصل، مو العكس. اثنين، عدم الانتباه لحقوق الكرد والمسيحيين ببعض الأحيان أدى إلى نزاعات يمكن رح تحكي عنها إيفا اليوم بنهاية العقد الرابع من القرن، يعني 1937 1939 صار في نزاعات هائلة بالجزيرة ضد مركزية دمشق خاضها الكرد والمسيحيين السريان والآشوريين بالجزيرة العربية. هذا يعني رغم كل هالعظمة اللي بهذا الدستور خلل بهيك محل برأينا ساهم على الأقل بأنه تغيرت كثير الجغرافيا السورية. أخيرا، لا ضامن للديمقراطية والسيادة. فعلى الرغم من عصرية الدستور وديمقراطيته كان تدخل القوى الخارجية أقوى من السوريين. من يكتب الدستور اليوم وربما غدا عليه أن يخلق توازنا بين مصالح السوريين ومصالح الدول المعنية شئنا أم أبينا، ولكن على الأقل إذا جاء أحدهم ليقول إن المركزية أفضل لكم، على الأقل ثبتوا بمحاضر اجتماعاتكم أنكم قلتم لا. شكرا.